طيب، انتقلت الآية الكريمة تنبه لي هالنقطة، قالت إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. هنا اكو بحث شوية مهم تنبه له. الاختيال شنو هو؟ المختال هو التياه الصلب اللي من يمشي انت تشعر ان هذا ما كأنما يمشي على الارض، كأنما يمشي على قلبك. يتنبه لي زين، انت ملاحظ تعبير الآية الكريمة شقد شفاف؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. يقول عباد الرحمن يمشون على الارض، لكن دول اللي مو عباد الرحمن، عباد الهوى، عباد الغرائز، عباد الانانية، دول وين يمشون؟ مو على الارض، على قلوب الناس. الله وكيلك، من يمشي كأنه يمزق بقلبك. هذا النوع، ذول هؤلاء الصلفين المتكبر اللي ما يعرف النبضة الإنسانية، هذا مو من عباد الله، هذا متكبر صلي، الله لا يحبه يبغضه. الاختيال شنو؟ هنا البحث خل أبين لك إياه. كان اكو عندنا هذا البحث يسموه لغة الجسم، بعدين صار علم هذا البحث، عبروا عنه علم الحركة الجسمية. علم الحركة الجسمية شنو؟ يعني انواع المشي، انواع التحرك، هذا الى دلالات. اتخطر ممن كتب في هذا اكو بيير دوسيل من علماء الانثروبولوجي، هذا صدر كتاب سنة 1952، كتابة علم الحركة الجسمية، او هو نسميه كنسز. زين، علم الحركة، علم حركة الاجسام. علم حركة الاجسام شنو هو؟ يعني هذه المشي على ماذا تدل؟ يعني اكو عندنا نوع من المشي يدل على ماذا؟ نوع من المشي يدل على الكبر، كبر السن، من يمشي تشعر ان هذا مو عمره مو صغير. مو يقول الشاعر زعمتني شيخا ولست بشيخ، انما الشيخ من يدب دبيبا. شاعر اخر يقول رمتني حانيات الدهر حتى كأني خاتل يدنو لصيدي، قريب الخطو يحسب من رآني ولست مقيدا اني بقيدي. يقول من امشي كان مثل واحد شاد الرجلين بقيدها، اسحب زحف، يعني الخطوة ما تكون طويلة. واحد لا، من يمشي تشعر انه مو صاحي، الى دلالة على شيء. شنو هاي الدلالة؟ ينم عن ان هذا ثمل سكران. خطر فد واحد يوم دخل على المأمون انشد هذا البيت: اذا ما احتشاها شارب ذو صبابة تمشت به مشي المقيد بالوحل. هذا المقيد ويمشي بالطين مشيته تكون ثقيلة، يقول هذا من يحتس الخمرة تثقل رجليه. مو احد شعرانا ايضا يقول خفف طبعي شربها مثلما ثقل او كذا اجفاني. فهذا يقول له اذا احتشاها كأنه يمشي مقيد بالطين، يمشي شلون يشلع رجليه. التفت للمأمون قال له والله يريبني وصفك لها، هذا الوصف يريبني، يا ترى انت مسويها؟ قال له والله ويريبني معرفتك لها. شهدتش معرفتك بها؟ يبدو انك تعرفها. فاكو منها انه هذا الى دلالة. شنو هاللون من المشي؟ الى دلالة على ان هذا مشي غير صاحي، مشي سكران. اكو نوع من المشي يعبرون عنه الرمل. مر عليك انت ان النبي صلى الله عليه وآله لما اجوا الصحابة يعتمرون رضوان الله عليهم، لما اجوا للعمرة النبي قال لهم من تمرون بين الصفا والمروة ارملوا. شنو معنى ارملوا؟ يعني شوية ركضوا، سرعوا. ليش؟ لان قريش كانوا يقولون ان هذا الرجل لما راح الى المدينة تمرض هو واصحاب المدينة بها حمى، صارت وجوههم صفر، عافوا مكة اصح، فذولا مرضى نقدر نطب عليهم بربع ساعة نفعسهم.
النبي قال لهم لا، اظهر القوة، تجلدوا امام اعدائكم، ارملوا اركضوا حتى يشعرون انكم اقوياء. ولذلك تلقى عندنا يستحب الان بالسعي يمر الى مكان يرمل يسرع، هذا الرمل يسموه، نوع من انواع المشي يعبر عنه بالرمل. طيب، نوع من انواع المشي يسمى الخبب، نوع من انواع المشي يعبر عنه بالخبب، يعني الى صفة معينة. فستجينا الدلالات. اكو عندنا نوع من المشي يعبر عنه الخيزلة، هذا مو يأشر ابو الطيب المتنبي بقصيدته المقصورة: ألا كل ماشية الخيزلة فداء لماشية الهيدبة. مطلع القصيدة: الخيزلة يمشي يتكسر، يعني مثل مشية النساء، كأنه اكو بعض الشباب لما تشوفه تبكي على الرجولة، يريد يتشبه بالمرأة، والله تبكي على الرجولة الضائعة عند هذا. تقول له يا اخي انت رجل، الله منحك اعطاك صفات، نعم، والمرأة اعطاها صفات، خليك ضمن ما منحك الله. هذا اللون من التخنث والتكسر ما يؤدي بيك الى الرجولة، هاي الخيزلة يسموه. هذا اللون من المشي يعبر عنه بالخيزلة. ولذلك يقول الرسول: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. تلقاها مثلا رجل من هالنوع وامرأة تلقى كربست روحها بفنطر وقامت تطرد، طارد منا ومنك، ليش؟ وين العفاف؟ انت جمالك نعم بالعفة وبالخلق وبالاتزان وبالحياء، هذا يفعل فعل في نفوس الاخرين. فالتشبه المفروض ان هذا النوع من المشي، هذا النوع من المشي خاص لهالصنف، ونوع من المشي خاص للصنف الاخر. في الخيزلة هو المشي اللي بيتكسر، والهيدبة احنا نقول يهذب، ماكو نعبر عن الخيال، يقول هذا يمشي عنده هذبة مثل ما يقولون، من هالنوع، هذا الهيدبة. موضع الشاهد: من بعد المطر الصحراء تصير جميلة. المغيرة قال للغلامة: الآن الجو جميل، ومن بعد هذا الغيث يحلو لنا أن نتنزه، خلينا نطلع أنا وياك نتنزه. طلعوا غلامة وياه، شافوا من بعد أعرابي قد ركب على أتان، راكب على حمار وجاي. قال له: ادعوا لي هذا الأعرابي، صيح لي. قال له: أصلح الله الأمير، إن للأعرابي جوابا خشن، هذول ما عندهم نعومة، عندهم غلظة، وهذا قد يكون ما يعرف لغة التخاطب وياك، ما يعرف قدرك، شو لك بها التجربة، خليه يروح الرجل. قال له: لا عليك، صيح له. صح. قال له: لا تخبره أنا منه، بس ادعوه. دعا. قال له: وقف يا هذا الرجل. وقف. قال له: كلم هذا الرجل. وقف. التفت له المغيرة قال له: ممن الرجل؟ قال: من السماوة. السماوة بلد يقع بالهضبة ما بين سوريا والعراق. قال له: كيف خلفت الأرض خلفك؟ قال: عريضة. عريضة. قال له: كيف خلفت المطر؟ قال: ملأ الحفر وعف الأثر. قال له: أنا إلي سؤال إليك. قال: بلى. قال له: اخبرني عن النساء وأصنافها. الجواب يدل على أن سأل عن نوعية علاقة الزوج بالزوجة، يعني النساء يقصد من يريد أن يتزوج امرأة. تقدر تحدد لي أقسام الزواج شنو؟ قال له: النساء 4: جميع مجمع، وربيع مربع، وغل لا ينزع، وشيطان سمعمع. قال له: أنا هذا حكي ما أعرفه، شنو هذا؟ اشرح لي إياه، ألفتين. قال: بل أخبرك. الربيع المربع
هذه المرأة التي إن دخلت عليها ضحكت في وجهك، وإن خرجت عنها ذكرتك وحمدتك، حفظتك في بيتك وفي مالك، تدخل فتجد أمورك موفرة وحوائجك مقضية، تقوم لك بمنزلة الربيع. شلون الربيع؟ الإنسان لما يمر مثلا في أرض معشبة خضراء وبيها نمط من الزهور متنوع، بها أنواع من الورد، قال له هذه كل أبعادها أبعاد متنوعة، رقيقة المشاعر، أمينة، تحفظك في مالك وفي عرضك، هاي بمثابة الربيع. يعني كأن الإنسان عنده أحيانا يتزوج امرأة لأن تتوفر بها مؤهلات مثل مؤهلات الربيع. قال له شيء هاي عرفناها. قال له الثانية الجميع المجمع، المرأة التي تتزوجها لحسبها ونسبها، فيجتمع حسبك بحسبها ونسبك بنسبها، كأنه أكو نوع من الزواج. فالزواج يعني زواج أسر، سميه أسرة تتزوج أسرة. شنو دوافعه؟ الدوافع مرة قد يقول لك الدم لا يختلط حتى يبقى هذا الدم الأزرق محافظ على أصالته، لا يختلط بالدم العادي، هذا أكو نوع. والحال دماء كلها شكل واحد، بس الوهم هذا يسوي له. الغل الذي لا ينزع شنو؟ الغل الذي لا ينزع يعني سميه افرض علماء الاجتماع يسموه التمثلات الجمعية، احنا نسميه الأعراف، المواضعات. شنو يعني الأعراف والمواضعات؟ إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. الغل أقسام، من جملة أقسام الغل النمط الاجتماعي اللي يرتبط بيش بالتمثلات الجمعية. يعني هذا ابن عمك لازم تتزوجيه، وهاي بنت عمك لازم تأخذها. قل له يا أخي أنا هاي لما بتعمى دفرض ما يميل إلها، لما ما يميل أنت تجبره على الزواج طبعا راح يعزف عنها، ما راح يقبل عليها. إذا ما أقبل عليها هجرها بالمضجع، إذا ما هجرها بالمضجع شنو نتيجتها؟ إذا هجرها وين تروح؟ إذا ما أرضاها بالمضجع وين تروح؟ طبعا راح تنحدر إلى الفساد. اعكس امرأة ما يملأ نفسها ابن عمها، يعني امرأة اكو اعتبارات، اختلاف بالثقافة مثلا، اختلاف بالذوق. شنو هالاجبار منين جاي؟ يعني هذا الاجبار منين جاي؟ الا هاي بنت عمها لازم هي تاخذها على شنو؟ على شنو منين جاي؟ شنو هذا؟ بي يساعد عليه عقل، شرع، واقع؟ هذا ما لنا، يعني هذا بالواقع فاسد، هذا الواقع الفاسد. ما ينبغي احنا نجي للأعراف نأصلها، لا، اكو احيانا أعراف تصطدم بالدين، تصطدم بالعقل، تصطدم بالذوق. فهذا الغل الذي لا ينزع، الغل الذي لا ينزع، هاي المرأة اللي تفرض عليك، تفرض عليك فرض، واحيانا اكو اعتبارات متعددة لهذا الفرض، يعني تختلف، اكو لون من الزواج المفروض الى اعتبارات متنوعة. زين، هاي ثلاثة. الرابعة الشيطان السمعمع. هاي شنو؟ هاي اعتقد يعني تمثل شريحة كبيرة. شنو هي هاي الشيطان السمعمع؟ يقول هاي المرأة التي ان دخلت كلحت في وجهك، بس الطب تلقاها مقلوبة الدنيا، وإن خرجت شتمتك في عقبك، بس تطلع مطيني هذا شنو؟ مطيني فلانة لابسة هالشكل، وفلانة ماخذة هالشكل، وفلانة
هاي تتصور الحياة مظاهر، يعني إلى هنا الإدراك يصل لها الحد أن الحياة ثوب أنيق مثلا، أو حلية، أو سيارة محترمة أفرض، أو بيت فخم. الاعتبارات نفسها هاي من تطلع تدمك في عقبك، تدخل تتأوه أنا القضاء والقدر جابني كالوحد في وجهك. إذا دخلت لا تجد أمورك موفرة ولا حوائجك مقضية. زين، أنت تريد تتخلص، ما تقدر تتخلص، هاي لازمتك من المكان اللي يوجعك. عندها أطفال، شلون يعني؟ عندها وين أطفالك؟ وين تدهم؟ وين يروحون؟ يعني هذه لأنه الأسس ما أحكمت عند الزواج من أول الأمر، ما صار اختيار موفق صحيح، اختيار موفق والتزام بالشريعة. أحيانا الإنسان قد يغلط بالاختيار، يعني دفرس وحطه ما أحسن الاختيار، لكن لو كان الرجل عنده دين والمرأة عندها دين العلاقات تبقى محفوظة. المرأة تقول خلاص الحر مثل ما يقولون إذا طاح بالشبك يصبط، خلاص أنا صرت زوجة لهذا. هو هم خلي يقول أنا نصيبي صاروا عندي أطفال، لا أعرض أطفالي للانهيار، لا أعرض أسرتي للانهيار. أنا ديني يمنعني من هذا، وعقلي يمنعني من هذا، والرحمتي بأبنائي. إذا من هالنوع أكو أبوين ماكو مشكلة، لكن المشكلة هالأبوين الآباء اللي تشوفهم هذا طاير، هذا يريد يروح مكان آخر. هذه المشكلة هنا، هذه الشيطان والشمعمع اللي لا تقدر تفارقها ولا تقدر تبغيها. وفي واقع الأمر أسرتك أو بيتك ما تقدر تعبر عنه بيت، وإنما أقرب التعابير، أقرب الأشياء إلى أنه جحيم. زين، هذا الشيطان الشمعمع قال له والله لقد وصفت فأبدعت. بعد أنا عندي سؤال تقدر تجاوبني عليه؟ قال له نعم. قال له تعرف عامل المدرة؟ عامل المدرة يعني عامل المنطقة، العامل عليها الوالي تعرفه؟ قال له والله ما أعرفه لكن سامع عنه. قال له شنو؟ قال له سمعت أنه زان قبحه الله وصنع كذا به. قال له هذا اللي بصفه الغلام، قال لك ما تقول إن الذي يكلمك هو الأمير هو العامل؟ همز حماره وهرب، قال قل الحق ولو على نفسك. هذا الغيث يحلو لنا أن نتنزه، خلينا نطلع أنا وياك نتنزه. طلعوا غلامة وياه، شافوا من بعد أعرابي قد ركب على أتان، راكب له على حمار وجاي. قال له ادعوا لي هذا الأعرابي، صيح لي. قال له أصلح الله الأمير إن للأعرابي جوابا خشن، هذول ما عندهم نعومة، عندهم غلظة، وهذا قد يكون ما يعرف لغة التخاطب وياك، ما يعرف قدرك. شو لك بها التجربة؟ خليه يروح الرجل. قال له لا عليك، صيح له صح. قال له لا تخبره أنا منه، بس ادعوه. دعا، قال له اوقف يا هذا الرجل، وقف. قال له كلم هذا الرجل، وقف. التفت له المغيرة قال له ممن الرجل؟ قال من السماوة بلد يقع بالهضبة ما بين سوريا والعراق. قال له كيف خلفت الأرض خلفك؟ قال عريضة. قال له كيف خلفت المطر؟ قال ملأ الحفر وعف الأثر. قال له أنا إلي سؤال إليه. قال بلى. قال له اخبرني عن النساء وأصنافها. الجواب يدل على أن سأل عن نوعية علاقة الزوج بالزوجة، يعني النساء يقصد من يريد أن يتزوج امرأة. تقدر تحدد لي أقسام الزواج شنو؟ قال له النساء 4: جميع مجمع، وربيع مربع،
وغل لا ينزع وشيطان سمعمع. قال له انا هذا حكي ما اعرفه، شنو هذا؟ اشرح لي اياه. قال افتين. قال بل اخبرك. الربيع المربع هذه المرأة التي إن دخلت عليها ضحكت في وجهك، وإن خرجت عنها ذكرتك وحمدتك، حفظتك في بيتك وفي مالك، تدخل فتجد أمورك موفرة وحوائجك مقضية، تقوم لك بمنزلة الربيع. شلون الربيع؟ الإنسان لما يمر مثلا في أرض معشبة خضراء وبيها نمط من الزهور متنوع، بها أنواع من الورد، قال له هذه كل أبعادها أبعاد متنوعة، رقيقة المشاعر، أمينة، تحفظك في مالك وفي عرضك، هاي بمثابة الربيع. يعني كأن الإنسان عنده أحيانا يتزوج امرأة لأن تتوفر بها مؤهلات مثل مؤهلات الربيع. قال له شيء هاي عرفناها. قال له الثانية الجميع المجمع، المرأة التي تتزوجها لحسبها ونسبها، فيجتمع حسبك بحسبها ونسبك بنسبها، كأنه أكو نوع من الزواج. فالزواج يعني زواج أسر، سميه أسرة تتزوج أسرة. شنو دوافعه؟ الدوافع مرة قد يقول لك الدم لا يختلط حتى يبقى هذا الدم الأزرق محافظ على أصالته، لا يختلط بالدم العادي، هذا لا، أكو نوع. والحال دماء كلها شكل واحد، بس الوهم هذا يسوي له. الغل الذي لا ينزع شنو؟ الغل الذي لا ينزع يعني سميه افرض علماء الاجتماع يسموه التمثلات الجمعية، احنا نسميه الاعراف، المواضعات. شنو يعني الاعراف والمواضعات؟ انا جعلنا في اعناقهم اغلالا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. الغل اقسام، من جملة اقسام الغل النمط الاجتماعي اللي يرتبط بيش؟ بالتمثلات الجمعية. يعني هذا ابن عمك لازم تتزوجيه، وهاي بنت عمك لازم تأخذها. قل له يا اخي انا هاي لما بتعمى دفرض ما يميل الها، لما ما يميل انت تجبره على الزواج طبعا راح يعزف عنها، ما راح يقبل عليها. اذا ما اقبل عليها هجرها بالمضجع. اذا ما هجرها بالمضجع شنو نتيجتها؟ اذا هجرها وين تروح؟ اذا ما ارضاها بالمضجع وين تروح؟ طبعا راح تنحدر الى الفساد. اعكس امرأة ما يملأ نفسها ابن عمها، يعني امرأة اكو اعتبارات، اختلاف بالثقافة مثلا، اختلاف بالذوق. شنو هالاجبار منين جاي؟ يعني هذا الاجبار منين جاي؟ الا هاي بنت عمها لازم هي تاخذها على شنو؟ على شنو منين جاي؟ شنو هذا؟ بي يساعد عليه عقل، شرع، واقع. هذا ما لنا، يعني هذا الواقع فاسد، هذا الواقع الفاسد. ما ينبغي احنا نجي للاعراف نأصلها، لا. اكو احيانا اعراف تصطدم بالدين، تصطدم بالعقل، تصطدم بالذوق. فهذا الغل الذي لا ينزع، الغل الذي لا ينزع، هاي المرأة اللي تفرض عليك، تفرض عليك فرض. واحيانا اكو اعتبارات متعددة لهذا الفرض، يعني تختلف. اكو لون من الزواج المفروض الى اعتبارات متنوعة. زين، هاي ثلاثة. الرابعة الشيطان السمعمع. هاي شنو؟ هاي اعتقد يعني تمثل شريحة كبيرة. شنو هي هاي الشيطان السمعمع؟ يقول هاي المرأة التي ان دخلت كلحت في وجهك، بس الطب تلقاها
مقلوبة الدنيا. وإن خرجت شتمتك في عقبك، بس تطلع اسم الطيني هذا شنو؟ الطيني فلانة لابسة هالشكل وفلانة ماخذة هالشكل وفلانة. هاي تتصور الحياة مظاهر، يعني إلى هنا الإدراك يصل لها الحد أن الحياة ثوب أنيق مثلا، أو حلية، أو سيارة محترمة مفروض، أو بيت فخم. هاي الاعتبارات نفسها، هاي من تطلع تدمك في عقبك، تدخل تتأوه أنا القضاء والقدر جابني كالوحد في وجهك. إذا دخلت لا تجد أمورك موفرة ولا حوائجك مقضية. زين، أنت تريد تتخلص، ما تقدر تتخلص، هاي لازمتك من المكان اللي يوجعك. عندها أطفال، شلون يعني؟ هاي عندها أطفال، وين أطفالك؟ وين تدوم؟ وين يروحون؟ يعني هذه لأنه الأسس ما أحكمت عند الزواج من أول الأمر، ما صار اختيار موفق صحيح، اختيار موفق والتزام بالشريعة. أحيانا الإنسان قد يغلط بالاختيار، يعني دفرس وحطه ما أحسن الاختيار. لكن لو كان الرجل عنده دين والمرأة عندها دين، العلاقات تبقى محفوظة. المرأة تقول خلاص الحر مثل ما يقولون إذا طاح بالشبك يصبط، خلاص أنا صرت زوجة لهذا. هو هم خلي يقول أنا نصيبي صاروا عندي أطفال، لا أعرض أطفالي للانهيار، لا أعرض أسرتي للانهيار. أنا ديني يمنعني من هذا، وعقلي يمنعني من هذا، ورحمتي بأبنائي. إذا من هالنوع أكو أبوين ماكو مشكلة، لكن المشكلة هالأبوين الآباء اللي تشوفهم هذا طاير، هذا يريد يروح مكان آخر. هذه المشكلة هنا، هذه الشيطان والشمعمع اللي لا تقدر تفارقها ولا تقدر تبغيها. وفي واقع الأمر أسرتك أو بيتك ما تقدر تعبر عنه بيت، وإنما أقرب التعابير، أقرب الأشياء إلى أنه جحيم. زين، هذا الشيطان الشمعمع قال له والله لقد وصفت فأبدعت. بعد أنا عندي سؤال تقدر تجاوبني عليه؟ قال له نعم. قال له تعرف عامل المدرة؟ عامل المدرة يعني عامل المنطقة، المنطقة العامل عليها الوالي تعرفه؟ قال له والله ما أعرفه لكن سامع عنه. قال له شنو؟ قال له سمعت أنه زان قبحه الله وصنع كذا به. قال له هذا اللي بصفه الغلام، قال لك ما تقول إن الذي يكلمك هو الأمير هو العامل؟ همز حماره وهرب، قال قل الحق ولو على نفسك. ليش؟ طبعا لأن الدين الإسلامي اجى للبشرية في أوج اكتمالها، ووضع لها قواعد تساير الإنسانية وتسد حاجات الزمن مهما تنوعت. فش وقت هذا الآن مر علينا إحنا لما نرجع للتاريخ، قد واحد يسأل، مر علينا دور من الأدوار أن الإسلام طبق الأرض وغلب على الأرض؟ طبعا ما يعني الآن إحنا كمسلمين، الآن إحنا نعيش بالقرن العشرين، مسلمين ما يشكلون من الدنيا إلا الخمس تقريبا أو أقل. نبه لي، لأنه الآن 5 مليارات تقريبا، فهالمجموعة يعني إحنا نشكل 20% من مجموع البشر الموجود على سطح الكرة الأرضية، كل المذاهب الإسلامية أو أقل. طيب إيش وقت ليظهره على الدين كله؟ يعني الآن مناطق النفوذ اللي نسميها مناطق العلم أفرض، مناطق التقنية، مناطق الرفاه، مو عندنا الإسلام. ومع الأسف يعني واقع الإسلام ما يسر هالأيام، ما يسر أبدا. متناحرين، يضرب بعضهم بعضا، يشتم بعضهم بعضا، ممزقين، يخشى أحدهم من الآخر. الروح التي حملها الإسلام عند مجيئه والتي وحدت منهم وصهرتهم وخلت الواحد من عندهم يحس بآلام الآخر، وخلت الواحد من عندهم ما يقدر يدخل الرغيف إلى بطنه ويدري أكو جانبه واحد جايع،
وخلت الواحد من عندهم يؤثر بنفسه على نفسه ولو كان به خصاصة، خلتها كلها ما هي ما موجودة، ماكو أبدا. وأصبح المسلمون الآن أمة ضعيفة كما يعبر عنها الرسول صلى الله عليه وآله: ولكنكم غثاء كغثاء السيل. يعني ماكو هذا لما يجي المد مال البحر أو يجي الماء الطغيان فيضان مال النهر يحمل هالشيء اللي نسميه قطل وين إذن يمتى ليظهره على الدين كله؟ قطعا الله عز وجل صادق، الله تبارك وتعالى لا يتطرق الشك إلى صدق القرآن الكريم أبدا، الله أصدق الصادقين. إذن يمتى يظهر دينه على الدين كله؟ أكو مجموعة من المفسرين يقولون أن ذلك عند مجيء المهدي عجل الله فرجه. زين، خلي نجي الآن أولا نشوف متى كانت ولادة الإمام سلام الله عليه، ثم الإشكالات على الإجمال اللي تثار حول هذا الموضوع شنو، خلي نمر بيها شوي. الإمام سلام الله عليه ولادته كانت سنة 255. طيب، ليلة النصف من شهر شعبان، كما تعبر عنها الروايات خير الإماء، ولد اسمها نرجس، واكو رواية اسمها لكن صيد. كانوا الأئمة يصرون على أن يتزوجون ويتنقلون إلى أجناس أبعد حتى يشعرون الناس بأن الناس تتكافأ دماؤهم، المسلم أخو المسلم، دمه يكافئ دمه، وفي نفس الوقت تجمعهم عقيدة واحدة. طيب، الإمام سلام الله عليه العسكري ظل مدة ما يجي له ولد. لعلمك ترى الإمام العسكري ما عنده إلا الإمام المهدي فقط، ما عنده غيره. هذا عيسى الأشبح أو الأشج يقول: أدخل علي الإمام أبو محمد سلام الله عليه الحسن العسكري، يقول دخلوه علي للسجن، جابوه سجين، أنا أعرفه. يقول: وقع بصره علي عرفني، قعد يمي قال لي: أنت عندك ولد؟ قلت: لا يا سيدي، إلى الآن ما إجاني ولد. قال لي: رزقك الله ولدا تعتضد به، فنعم العضد الولد. ثم تمثل بهذا البيت: من كان ذا عضد يدرك ظلامته، إن الضعيف الذي ليست له عضد، أو إن الضعيف الذي ما عنده عضد. قلت له: سيدي أنا أسألك نفس السؤال، أنت عندك ولد؟ التفت لي تمثل ببيتين، قال: لعلك يوما أن تراني كأنما بني حوالي الأسود اللوابد، فإن تميما قبل أن يلد الحصى أقام زمانا وهو بالناس واحد. ثم قال لي: الآن ما عندي، ولكن سيأتيني ولد يملأ الله به الأرض عدلا وقسطا كما ملئت ظلما وجورا، وسيكون قرة عين لي. الإمام سلام الله عليه فد مدة سجن وأخرج، وكانت ولادة الإمام صلوات الله عليه كما تعبر عنها حكيمة عمة الإمام بنت الإمام محمد الجواد. حكيمة تقول: صاح لي ود ورايا الإمام العسكري سلام الله عليه أبو محمد، قال لي: عمه. قلت: بلى. قال لي: أريدش تحضرين هذه الليلة ولادة نرجس. قلت له خابر، التفتت إلى قلت له: سيدي أنا ما شايف على نرجس آثار حمل أبدا، ما يبدو عليها، طبيعية تماما وليس بها أثر للحامل. قال لي: إن أمرها، قال لي: إن أمرها كأمر أم موسى عليه السلام، اتلا عليك احضريها. تقول: اجيت امتثالا لأمره، فعلا دخلت وجدتها قد ضربها الطلق في ساعة مخاض،
يقول جلست إلى جانبها إلى أن وضعت وليدها سقط إلى الأرض. تقول سقط إلى الأرض وأخذ شعاعه عندما سقط من بطن أمه أخذ شعاعه يبدد ظلماء البيت. استقبل وقمت له بما يقام به عادة للمولود ولففته. تقول وأقبلت به إلى أبيه سلام الله عليه فحدق في وجهه مليا وقبله وقرأ ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض. الإمام سلام الله عليه ولد في ليلة النصف من شهر شعبان سنة 255، يعني عند رحيل أبيه سلام الله عليه كان عمره آنذاك 5 سنوات أو في بدء السنة السادسة. طيب لما ولد الإمام صلوات الله عليه حرص أبوه على إبعاده عن الأنظار، يعني ما كان يراوي إلا الخواص من الشيعة. الحقيقة أنا كنت لما أقرأ هالروايات أقول هالروايات هاي شوية تبعث على الريبة. ايش دعوة؟ ليش تشي؟ من يقول يعني أكو شي ملاحقة؟ ليش مثلا الأئمة يحرصون على أن مثل الإمام سلام الله عليه يبعدوا عن أنظار السلطة؟ لا الزمان علمنا تمام. قال لا والله لا، أكو هذا وأشد، يعني في الواقع يعني علمنا أن هذا وأشد اللي يحمل أثر بسيط من آثار آل محمد يلاحقونه أشد الملاحقة. مو إنسان تعتقد الطائفة بأنه يغير يبدل وجه الأرض. طبعا هذا أحمد بن إسحاق يقول دخلت على الإمام سلام الله. أحمد هذا عنده منزلة كبيرة عند الأئمة. قلت له سيدي إذا حدث بك أمر ولا أرانا الله يومك من الذي يكون من بعدك؟ قال لي مكانك انتظر. يقول خرج، أنا قعدت بالمكان اللي أشار إليه ودخل الإمام سلام الله عليه ثم خرج إلي وعلى كتفه طفل يطفح وجهه نورا. قال لي هذا الذي تريد تتولاه من بعدي، هذا الذي يملأ الله به الأرض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا، ولولا كرامتك على الله وعلينا أهل البيت لما رأيت. كيف بكم يقول الرسول صلى الله عليه وآله إذا نزل فيكم عيسى بن مريم وإمامكم منكم. وتقول الروايات إذا أظهر الله به الحق وظهر، تقول تخرج الأرض كنوزها وتخرج التربة زراعتها ويحثى المال حثيا ويطلب من يأخذ المال فلا يجد، لأن الأرض تخرج كنوزها وتغدق خيراتها. ويقول يخرج وعلى رأسه غمام والمنادي بين يديه ينادي هذا خليفة الله في الأرض فاتبعوه. والأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله في فضله كثيرة، وأقرب المصادر اللي يحب أكل بيان كتاب البيان للجنجي الشافعي، إذا يحب واحد يقرأ يشوف الأحاديث الموجودة، وبمقدمة والله رائعة. ما أعرف أنا شلون طلعت المقدمة، بمقدمة في واقع الأمر كتبها أحد طلاب العلم الفضلاء في النجف السيد مهدي الخرسان. ذكر بها فتوى إلى لجنة الفتوى في مكة المكرمة، أفتت بأن من لا يعتقد بخروج المهدي فهو كافر. نعم موجودة الفتوى ونصوا عليها مجموعات أو لجنة العلماء اللي موجودة رجال الفتوى هناك،
ثم يستعرض هذا الكتاب، كتاب الجندي الشافعي، يستعرض الروايات وتفاصيل أحوال الإمام سلام الله عليه مفصلة. زين، الروايات تقول يخرج شو وقت طلعته، شو وقت خروجه؟ يخرج يوم الجمعة، يوم 10 من المحرم. يأتي، يقولون المؤرخين، يأتي والغمامة تظلله وأصحابه من ورائه، وقد رفع بيديه أو وقد رفع إلى جانبه لواء، يجي رأسا إلى كربلاء. أول ما يأتي إلى كربلاء يمد يده، تقول الروايات يستخرج رضيعا للحسين، يعرضه على أصحابه، يقول لهم ما ذنب هذا الرضيع حتى يقتل؟ ما ذنب هذا الرضيع؟ وتقريبا لنفس الهدف الحسين أمر بدفنه عند رجليه. مو تقول الرواية قتيل يرق له من يرى ولده عند رجليه، يطلع والناب والسهام أو السهم قد شك عنقه، يرفعه ويقول ما ذنب هذا الرضيع حتى يقتل. رواية تقول ينطلق صوت إلى الآن إلى الآن يا ولدي، إلى الآن يا ولدي، سيدي شخصنا إليك بأبصارنا شخوص الغريق لمر السفن، أتنسى مصائب آبائك لولا هد مما دهاها الركون، مصاب النبي وقتل الوصي وذبح الحسين وسم الحسن. ما تصور اكو واحد علم الامام كما تذكر بعض الروايات، يعني بالعتب، ألح عليه بالعتب، مثل سيد حيدر الحلي. يقولها بعض المؤرخين شوهد في عالم الرؤيا، أحد العلماء شاهد الإمام الحجة عجل الله فرجه يمشي وإلى جانبه رجل قد أمسك بيده. هذا يقول أصغيت أسمعك حوار عندهم، أصغيت لأسمع الحوار، وإذا بي خاطبة يقول له يا حيدر كفاك عتبا لقد قصمت ظهري، يجي أنت يومية قصايدك تلاحقني واحدة بعد واحدة، الأمر بيد الله، أنا ما أصنع شيء إلى أن يأتيني الأمر. كفاك عتبا يا حيدر لقد قصمت ظهري. شي خاطبة، شي يقول له خلنا نستمع إلى شي خاطبة. لا مثل يومكم بعرصة كربلاء في سالفات الدار يوم شجون، يمينكم فقد آيت قوائم بضياء، أم خيلكم أضحت بغير متون، يومنا بالضيم كعبة محنة غضب الإله لوقعها بالدين. ماذا؟ شنو هي الصورة اللي يريد ينقلها للحسين سلام الله عليه؟ يقول سلبته أطرافه لا سنة مهجة تفدى بجملة عالم
يهز مضجعه بقصيدة أخرى، يقول له سيدي أبا عبد الله، شنو يعني شنو المنظر المؤلم اللي يريد يعرضه على الحسين؟ يقول له سيدي ترى تجيء فجيعة بأماض من تلك الفجيعة حيث الحسين بكربلاء خيل العدا طحنت ضلوعه ورضيعه بدم الوريد. عندما رجع الحسين يحمل طفله على يده وهو يضطرب كما تضطرب السعف عندما يلاعبها الريح، صاح رباب خذي ولدك مذبوحا، أخذته ورجعت إلى الخيمة. يا دين قل الحرملة وياك قدر بسهم عليك ورماك خيب رجايا الشان، فلا بلغ الفطام لكم رضيع. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. ربي بوجهك الكريم وبرحمتك التي وسعت كل شيء فرج عنا يا الله. اللهم من على أسرانا بالفكاك، اللهم اجعل هذا البلد آمنا، اللهم لا تؤاخذنا بسوء أعمالنا، اللهم اعطنا من كل خير أعطيت منه محمد وآل محمد، وادفع عنا كل شر دفعته عن محمد وآل محمد. الإخوة المؤسسون تقبل عملهم، ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين بلغ اللهم الجميع ثواب الفاتحة. بالعقل احنا نلاحظ الآن العقلاء العظماء لما تطرق لك باب واحد، لما تطرق لك باب واحد وتقول له اشفع لي بها القضية، وهو من النبلاء من الطيبين يهتز إليك ما في شك. ويقول الشاعر العربي مفيد ومتلاف إذا ما سألته تجرد واهتز اهتزاز المهندي. الشفاعة يقول إذا تطلب من عنده شيء يهتز كما يهتز الحسام. موجودة النفوس الكبيرة اللي تحمل الخير تجي لي تقول له والله أنا عندي قضية فلان وما أقدر أوصل، التيارات هالقضية هاي تصير لي واسطة بيها أو إلى يعني طبعا إذا كانت مشروعة طلب حق، أما واسطة تسطي بيها على حق الآخرين لا حرام. تجي تصير حاجز نعم تضيع بيها تهدر بيها حقوق الآخرين وكرامات الآخرين لا. الحق مثلا يطغى الباطل بها على الحق لا. لكن لا والله ما أنا ما أقدر أوصل وأخاف وما أحسن الكلام، ويجي واحد ويقول له هذا أخطأ رجاء مثلا سامحه هالمرة من النوع سير ما بيها. هاي موجودة في سيرة العقلاء موجودة. زين إذا عرفنا هذا خلي أروي لك رواية في موضوع الشفاعة. يقولون المؤرخين أن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه كان أحيانا يضيق صدره من مجتمعه، لأن المجتمع كان ملوعة متعبة ومتعبة، فمن يضيق صدره وين يطلع؟ يقول حب العرني ياخذني الإمام علي ويطلع بي إلى الصحراء، يطلع هناك للصحراء يوقف طويلا يريد يبعد عن هالزخم النفسي اللي يجتم على صدره، يخرج إلى الصحراء
يقول طلعنا فرد يوم، طلع هو الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه إلى الصحراء خارج الكوفة، بالأثناء وإذا براكب يخب به نجيبه، راكب له على بعير وقدامه جنازة. أوقفه الإمام سلام الله عليه، قال له: ممن الرجل؟ قال له: أنا من أهل اليمن. قال له: من يكن منك هذا المحمول، هذا اللي محمول على البعير أمامك منه؟ قال له: سيدي هو أبي، هذا أبي. قال له: ليش أنت جايبه منك لهنا من اليمن؟ لم لا دفنته بأرضكم؟ ليش ما دفنته هناك؟ قال له: هو أوصاني، قال لي ادفني بظهر الكوفة، هو حدد لي، قال لي ادفني بظهر الكوفة، لأن أنا أؤثر أن هناك رجل يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. قال: أتعرف ذلك الرجل؟ قال: لا. قال: أنا ذلك الرجل. هذا المعنى. يعني احنا ما نستكثر، لأن المؤمن الروايات تقول المؤمن يشفع مثل وعلي بن أبي طالب سلام الله عليه رضع الإيمان طفلا ويافعا ما عرف غير الإيمان، يعني ثغر ما ولجت فيه كلمة الكفر أبدا، وجبين ما سجد لصنم، ونفس ما ركعت إلا في رحاب الله. نعم، في واقع الأمر ما نستكثر عليه نتأمل، ولذلك أنت تشوف التهالك على هالوادي اللي إلى جانب من أقدم العصور ومن أقدم التواريخ، وتشوف خصوصا من بعد مدفن الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، هذا المعنى يكاد يكون متأصل في نفوس كل من يرتبط بأهل البيت. أيا رملة الوادي على مطلع الحمى، سلام على رمل الحمى وشعابه، على منزل حط الأحبة رحلهم به، وأراحوا الخد فوق ترابه، وعهدي بأن القبر خوف ووحشة، فلا منشد أو سامع لخطابه، ورمل علي بالغري طلاقة وبشر وأفق ضاحك برحابه، فديت ثرى فيه شددت مشاعري، وأهلي ثووا في ممرع من جنابه. ومعنى آخر: لا، الحياة الدنيا مو هاي، الحياة الدنيا يعني الحياة اللي أشبه شيء بحياة الحيوان. شلون يعني أشبه شيء بحياة الحيوان؟ يعني أكو بعض الناس لما تسأله تقول له: أنت مثلا شنو وين هلا؟ قال: وين أروح يعني آكل وأشرب وأنا، أكو غير هذا؟ أكو بعض الناس من هنا. هذا أكو أعرابي، واحد من الأعراب سألوه فد يوم، قالوا له: أنت تقوم الليل؟ يقصدون قيام الليل يعني الصلاة، يقولون فلان يقوم الليل يصلي يعني. قالوا له: تقوم الليل؟ قالوا: بلى أقوم الليل. قالوا له: ما تصنع؟ قال: أبول وأرجع أنام. أكو نوع من النوع يقوم الليل من هذا النوع، أكو ناس الواقع حياتها مو أكثر، عنده ملابس لابسها، وعنده طعام ياكله، وعنده دار يقعد فيها، وعنده سيارة لما تجي لي تخضه، اكو بيه خلق، اكو بيه إنسانية، اكو بيه مثلا ذوق، اكو بيه معاملة طيبة مع الناس، اكو عنده شيء يتقرب به إلى الله. ما أقول هذا شيء، هذا حياة يسميها حياة؟ هذه مو حياة، هذه حد حياة يشاركنا بها أخس الحيوانات، هذه الحياة الدنيا. اكو غير هذا بعد، اكو واحد مثلا الحياة الدنيا عنده ان يشبع ولو من عيون الناس، يشبع ولو من المحرم، هاي الحياة الدنيا. يعني اكو البعض يقول لك: انا الرغيف اذا ما اخذ بشرف واخذ بامانة واخذ باستحقاق واخذ باخلاق ما اقدر اكله، هذا رغيف مر.
واحد لا والله يقول لك ما يفرق عليه منين ما يجي رغيف. انا واحد الحياة ياخذها من ابوابها الصحيحة. هاي حياة عليا، هاي حياة عليا. يقول له سويد ابن غفلة للامام علي عليه السلام، يقول له صار وقت الظهر، يقول سويد شفت الامام تناول له ضبوة جراف صغير معلقة على الجدار، اخذها طلع منها كفين من الشويق، يو شعير مهروس يو حنطة، ناول اخذ منها لهمتين وشرب عليهن ماي ومسح بطنه، قال تعشا لمن ادخله بطنه النار. قلت له سيدي هذا طعامك، انت في مكان الاطعمة دي بالجيعان مذبذبة، ليش انت ما تأكل؟ قال ويحك يا ابن غفلة، اني اكره ان يدخل الى بطني الا الطعام الطيب، انها من قطعة ارض لي بالمدينة، انا من كنت بالمدينة كنت ازرعها بنفسي واكل منها، الان اهلي يزرعوها ويودوا لي اياها. نعم انا احب ان لا يطب الى بطني الا الطعام الطيب اللي ماخذه من عرقي، ماخذه من تعبي. تكشو وانت قطيفة مرفوعة، وتموت من جوع وانت بطين. نعم كان هذا الرجل غريب، يعني في نموذج عجيب في بابنا. هذا الواقع، هاي الحياة العليا اللي انتزعها بطعامه وانتزعها بشرابه وبسلوكه وبخلقه. اكو حياة الدنيا هذه فرح بيها، والله انا شقول لك انا عندي طعام اكل ما يخالف، بس انت منين هذا طعامك؟ انت منين ماخذه؟ انت عندك فلوس ماخذها من الملق، ماخذها من فناء الشخصية، ماخذها من اخس الوسائل، اخس الطرق. هذه حياة تسميها هاي موت. الحياة ان تأخذ ولو بعرقك لقمة من الخبز اذا اخذت. هذه هي الحياة الكريمة، الحياة اللي تأخذها من طريقها المشروع، تأخذها من مداخلها وتصرفها وين؟ تضعها في مخارجها الصحيحة. هذه الحياة العليا. التكالب الموجود بالدنيا تكالب عارم، يعني تلقى واحد يملخ الخبزة من حلق الثاني، هذا يريد ياخذ قوت هذا، وهذا يريد ياخذ مكانة هذا، وهذا يتصور ان هذا مزاحمة يريد يوخر عن دربه. شوفوا الدنيا تسوى ان الانسان يسحق اخلاقه من اجل هالشم يوم يعيشهن وهو راح يموت. الانسان لما يفقد احبائه واعزائه، دنيا وين تصير؟ دنيا تصير داخل بالقبور مو برا، لانه اللي يحبهم واللي يأنس بيهم واللي يتمازج وياهم روحيا صاروا تحت التراب، وظل بين جماعة بالدنيا شالعين قلبه، ظل بين جماعة مضوقيه المر متعبيه. وتتصور، وهذا المعنى اللي كان يعبر عنه الإمام، يقول ألا أيها الموت الذي ليس تاركي أرحني فقد أفنيت كل خليلي، أراك بصيرا بالذين أحبهم كأنك تنحو نحوهم بدليلي. تشوف النسمة الرقيقة المهذبة اللي كنت تعيش وياها وانت مرتاح نفسيا، اجوك بعد ذلك ناس ما يسوون ان تطأهم برجلك، هذا يشلع قلبك يتعب، يخلي لك الحياة مرة. ألعن شيء ان هنا ينازعك على الرغيف منه اللئام ينازع، اللئيم ينازعك على الرغيف فعلا. يعني اللئيم بالواقع يحول الحياة الى كدر، يحولها للحياة الى كدر ومشقة وألم، بعكس الانسان النبيل اللي عنده نبل وعنده كرامة، هذا تلقاه يتعامل ينسى حتى نفسه ينساها في سبيل اسعاد الاخرين. الدنيا اكو بيها نمط من اللؤم يكدرها للحياة. شوف الانسان شوية اذا حصل بها على منزلة او حصل بها على اموال اخذه الغرور، انغر
يعني مو كل واحد عنده آنية تتحمل، وحقك اكو بعض الناس آنيته اصلا ما تتحمل الشيء البسيط، يختل توازنه، تصرفه يختل اصلا، ما تلقى بعد عنده سلوك عقلائي. الدنيا كلها متاع الغرور، يعني انت تشوف هذا قاعد يمك وبعد لحظات ولا انما هو غرور، خيال وحدك، تملك شيء وما تدري ان هذا اللي تملكه يبقى او ما يبقى، غرور خيال. اكو بعض الناس انت اصلا ما ذي وانت تمشي بدربك، لكن لانك انسان مثلا محترم، او لانك انسان طيب، او لانك انسان الله عز وجل مكفيك، اكو بعض الناس يشتموك قربة الى الله. يعني فرد مجتمعات عندنا اعوذ بالله مريضة، وحقك اكو بعض الناس ما يعرف من الدين الا شوفه متمسك وقت الصلاة، متمسك تمام يصلي ويصوم، لكن اقعد يمه، اذا قعدت يمه تلقاه هذا الرجل ما يسلم منه احد. من ناحية اكو بعض الناس تلقاه يحمل بصدره شحناء وبغضاء وحسد. ارجوك شهوة الدين شنو شكليات؟ يعني انا اتوضا واصلي؟ لا، وحقك الاخلاق لها قيمة. لكن تجي لنا احنا كمجتمع مسلم، معنى مسلم يعني من سلم الناس من يده ولسانه. تعال شوف مجتمعاتنا، طب الى مجتمعاتنا هم كيفين احنا مسلمين؟ لا، مج المسلم اللي يحترم المسلم الاخر، المسلم اللي حتى اللي خالفه بالراي يحترمه. ارجوك انا شريت من عندك تصلي او ما تصلي انت وربك، صوم او ما صوم انت وربك، ما له علاقه بيك. خليني من اتعامل وياك وانا مطمئن انك ما راح تخدعني. خليني من اعامل انسان مو اعامل ذئب. تلاحظ اكو بعض الناس اصلا نص اله، يعني يلاقيك داير وجهه، يلاقيك اصلا يقعد ما مفروض قاعد يم ناس، ما تدري يعني عنده الشم دينار ما يتحاكى، عنده ورقه اسمها شهاده ما يتحاكى، عنده مركز نعم ما يتحاكى. ليش؟ انت تبقى انسان، ذلك الانسان هاي كلها ما لها تاثير على انسانيتك هوايه اكبر من هذا. الشاعر يريد يتستر عن اعين الناس، يطلع في قلب الظلام، يطلع بالليل يسرق. لكن وحياتك اكو سراق، اكو حرامية اخطر من هذا اللي يطلع بالليل يسرق متاع. اللي يجيك يسرق منك انسانيتك ومودتك. النمام، هذا النمام اللي يجي الى فلان يتملق من اجل مصلحة، يقول له انا تدري فلان اليوم ذكرك بسوء وانا دافعت عنك، ويظهر هذا له قضية وياك، عنده شغل وياك، شبيه ليش الشكل يحكي عليك؟ والحال هذا اللي يجيب لك الحكي هو جاي يشتمك، مو ذاك جاي يشتمك. في الواقع هذا هو النمام، هذا سارق المودة من القلوب. لهم عند الله عز وجل عذاب شديد، يعذب عذاب شديد، لأن هذا جاي يسرق شيء أهم من المتاع. متاع سهلة قضيته، خذا له ثوب، سرق له سلعة ممكن تعوض، لكن هذا إذا سرق المودة من القلوب ايش راح يخلق؟ راح يخلق إحن وعداوة وبغضاء وشحناء. يعني أكو واحد وحقك يريح أعصابك، تجي ليه يقول لك أنا منحرف، أنا أشرب خمرة، أنا منحرف، أنا أعمل هالعمل الفلاني، أنا واضح. لكن هذا اللي يجيك لابس جلد شاة وتحته قلب ذئب، هذا يجيك يخدعك باسم الوطنية، او يخدعك باسم الدين، او يخدعك باسم الاخلاق. اللون ممن يلبسون لباس الانسان وعندهم سلوك تماشيح. نعم، هذول من اخطر ما يكون على الامة، هذول خطر على الامة. الواقع خطر من افدح انواع الاخطار. يعني اكو بعض البشر تقول اذا شفته تترحم على ابليس، وتترحم على جميع المنحطين بالدنيا، وتترحم على جميع الشرور،
يقول لهالدرجة توصل الطبيعة البشرية من الانحدار لهالدرجة؟ شيء غريب يعني. وحقك قد تلقى واحد يتحول إلى دنيا من الخير، واحد يتحول إلى بؤرة من الشر، وحقك أكو نمط من الناس يتلذذ بتعذيب الناس. شادي هذا عنده يعني شادي منحرف. وعجبا لحلم الله في تاريخ الإنسانية تلقى النموذج اللي ملأ الإنسانية ألم كله من هالنوع هذا، من النوع اللي إذا تدور لك مكان طاهر فيه ما تلقى. فهذا شو تشتم من عنده؟ شو تقول؟ شو تنقده؟ بيش تنقده؟ هاي الدنيا هاي نتيجتها.